النهاردة انا هعمل سلطة يوناني وهعمل فراخ مشوية في الفرن. هي بتتكلم عن نفسها، الشكل بيقول عن نفسه. تعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا. انا معايا فرخة متقطعة الحجم اللي انت عايزاه، مغسولة ومتنضفة كويس جدا. التتبيلة بتاعتي: معلقتين ليمون، معلقتين خل، معلقتين زيت، بصلة، توم، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا، نص معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، نص معلقة توابل فراخ، دي توابل الفراخ، معلقة زبادي، معلقة صلصة، معلقة مسترد، معلقة هريسة شطة. كل المكونات دي انا هضربها في الكبة مع بعضيها. هتبل الفراخ بتاعتي، ممكن اسيبها ساعتين او ليلة كاملة. لو انت حابة تسيبيها ليلة كاملة وراجعة من الشغل تعبانة، ترجعي تحطيها في الفرن على طول. هتبقى حاجة سهلة خالص ومن غير ما تقفي ولا تتعبي. هجيب صينية فيها شبكة، ارص فيها الفراخ بتاعتي كلها. اضيف نص كوباية مية في الصينية علشان الفراخ بتاعتي ما تنشفش. هتدخل الفرن على درجة حرارة 450 لمدة ساعة وربع. في نص المدة اطلعها، اقلبها على الناحية التانية تاخد الوش الجميل بتاعها. اديني قلبتها، هي خرجت من الفرن استوت. الريحة والطعم حكاية. التتبيلة بتاعتنا دي خطيرة، جربيها مش هتندمي. السلطة بتاعتنا بقى: السلطة بتاعتنا اليوناني هتعجبك خالص. سلطة جميلة وحلوة خالص وسهلة. انا معايا خس هقطعه كبير، معايا فلفل احمر واخضر، معايا خيار، معايا طماطم هقطعه بالشكل اللي انت شايفاه. هي السلطة دي لازم تبقى الحجم بتاعها كبير. معايا زيتون، معايا الجبنة فيتا يوناني، ده زعتر، ده زيتون. هعمل ميكس. والف هنا وصحة. وانا عجبك الفيديو لايك وشير.